السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي مقاتلين الصف الأول الإعدادي، عاملين إيه؟ يا رب تبقوا زي القشطة. حبايب قلبي أهلا بيكم في حل أسئلة الدرس الأول عندنا في المنهج الجديد بتاعنا بعنوان قارة أفريقيا الموقع والكشوف الجغرافية. يلا يا باشا بادئ لك كده الأسئلة بنسخن مع بعض، جايب لك خريطة جميلة جدا. وبالمناسبة في الامتحان بتاعك يا باشا هيبقى فيه خريطة طبعا لأفريقيا، يقول لك ده اسمه مضيق ايه، ده جبل ايه، دي غابات ايه، دي حشائش ايه، وهكذا. فركز معايا يا باشا كده نشوف الدنيا فيها ايه. خريطه مطلوب منك 11 حاجه. واحد، مدار نقط فين يا باشا؟ رقم واحد اللي هو المدار ده مدار الايه تحت في الجنوب، ده يا باشا مدار الجدي، ده مدار الجدي. طيب اتنين، خط طول نقط فين اتنين؟ خط طول ده الرئيسي اللي هو يا جماعه جرينتش، ده خط طول جرينتش. طيب تلاتة، دائرة نقط فين تلاتة؟ دي في النص، دي دائرة الاستواء، دائرة الايه؟ الاستواء. طيب أربعة، المحيط نقط فين أربعة؟ أربعة أهو، ده المحيط الايه؟ ده يا باشا المحيط الأطلنطي، المحيط الأطلنطي. طيب خمسة، البحر نقط، ده انت اكيد عارفها من ابتدائي. خمسة، البحر الايه؟ البحر الأحمر. تمام. طيب ستة، مضيق نقط فين ستة؟ ده مضيق ايه يا باشا بقى؟ ده مضيق جبل طارق، ده مضيق جبل طارق. ماشي. سبعة، جزيرة نقط فين سبعة؟ دي اسمها جزيرة مدغشقر، جزيرة ايه؟ مدغشقر، مدغشقر. طيب 8، البحر نقط فين؟ ده اللي فوق، ده اللي بيفصل افريقيا عن اوروبا، ده البحر الايه؟ المتوسط، البحر المتوسط. طيب 9، مضيق فين 9؟ ده مضيق باب المندب، مضيق باب المندب. وان شاء الله باذن الله في يوم من الايام هعمل لك مراجعه على الخرايط، ما تقلقش خالص. يبقى عندنا ده اسمه مضيق جبل طارق، وده مضيق باب المندب. طيب 10، جزر ايه الصغيره السفيفه دي؟ اسمها جزر القمر، جزر القمر. طيب 11، خليج نقط، ده اسمه خليج عدن اهو. طيب تعال نشوف نوع جديد من الأسئلة وهو أكمل العبارات الآتية. يقع حوالي ثلثي مساحة قارة أفريقيا في نصف كرة الأرض نقط. طيب التلتين في الشمال ولا في الجنوب؟ طبعا يا جماعة في نصف كرة الأرض الشمالي. طيب اتنين، نشأت في السودان حضارة نقط. فاكر لما قلت لك هات ورقة وقلم واكتب الحاجات المهمة؟ السودان حضارة ايه بقى؟ حضارة كوش، كوش. امال قرطاج دي فين بقى؟ تونس، برافو عليك. 3، اهتم الخديوي اسماعيل باشا باكتشاف منابع النيل ووصل حكمه الى جنوب نقط، جنوب دائرة الاستواء او الاستواء. ما قلت لك برضو دي مهمة. 4، نشأت الممالك الإسلامية على السواحل الشرقية للقارة الأفريقية وامتدت إلى هضبة نقط، هضبة البحيرات الاستوائية، هضبة الإيه؟ بحيرات الاستوائية. طيب تعال نشوف نوع جديد من الأسئلة وهو اختر الإجابة الصحيحة. تقع قارة أفريقيا في الجنوب من نقط، قارة أفريقيا تقع جنوب إيه؟ طبعا جنوب البحر المتوسط. فين هنا؟ أهو البحر المتوسط. طيب 2، يحد المحيط الأطلنطي قارة أفريقيا من نقط، أطلنطي قارة أفريقيا من جهة الإيه؟ طبعا من جهة يا جماعة الغرب. طيب 3، سطح الماء الذي يفصل بين قارتي افريقيا واوروبا، افريقيا واوروبا اللي فوقها على طول، طبعا ده هيبقى البحر الايه؟ المتوسط. طيب 4، يصل مضيق جبل طارق بين البحر المتوسط ونقط، طبعا هيبقى المحيط الاطلنطي. تمام. 5، يصل مضيق باب المندب بين البحر الاحمر ونقط، البحر الاحمر خليج عدن. طيب 6، يقترب يابس قارة أفريقيا من يابس أصغر قارات العالم القديم اللي هي يعني أوروبا،
خلي بالك هنا في كلمة قديم، بس ممكن تقول أصغر قارات العالم ده استراليا، لا أنا بقول لك أصغر قارات العالم القديم. طيب من حيث المساحة عند نقط يعني أفريقيا بتقرب من أوروبا عند إيه؟ طبعا عند مضيق جبل طارق. طيب 7 دخلت الحضارة الإسلامية إلى قارة أفريقيا عن طريق نقط. مضيق جبل طارق؟ لأ. باب المندب؟ لأ. شبه جزيرة سيناء؟ أيوه. تمام. 8 نشأت حضارة قرطاج في نقط. قلت لك من شوية تونس. طيب أما مصر المصرية القديمة، أما السودان اللي هي تبقى كوش. طيب بدأت بعثة الملك نخاوي الثاني للدوران حول أفريقيا من البحر الأحمر، وعادت إلى مصر عبر مضيق جبل طارق إلى البحر المتوسط. طيب 10 في عهد محمد علي تم رسم خريطة للنيل حتى جنوب نقط، طبعا جنوب يا جماعة السودان. طب 11 استطاع ابن بطوطة من خلال رحلته بقارة أفريقيا أن يخترق الصحراء الكبرى حتى وصل إلى مدينة اسمها مالي. ده السؤال أصلا أنا قلته مالي. طيب 12 من الدول العربية الأفريقية دولة نقط. عايز دولة عربية بس يبقى في أفريقيا. جيبوتي، نيجيريا، موزمبيق، تشاد. قلت لك يا باشا الدول العربية الأفريقية هي مصر، ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، موريتانيا، عندنا السودان، جيبوتي، الصومال، ادي 9 اهو، وال10 جزر القمر. طيب ايه من دول هتبقى جيبوتي؟ هل احفظهم؟ احفظهم يا حبيب قلبي، مهمين جدا وسؤال جالك اهو. طيب بعد كده نخش على سؤال صح او خطأ. تعد قارة افريقيا اولى قارات العالم من حيث المساحة؟ طبعا خطأ. ليه؟ ده مفروض مش اولى، مفروض تاني. طب يا مستر بعد اذنك انا هغير افريقيا واحط اسيا. صح مليون في المية. اعمل لي هنا غلط، وفي التصويب اعمل اللي انت عايزه. عايز تشيل افريقيا تحط اسيا، ماشي. اسيا تبقى اولى القارات، ماشي. طيب 2 تمثل قارة افريقيا 20% من مساحة اليابس في العالم؟ مظبوط. طيب تمر دائرة الاستواء في القسم الجنوبي من قارة افريقيا في الجنوبي؟ لا ده في الوسط، طبعا في الوسط. 4 يمر خط جرينتش بأكبر الدول العربية الأفريقية من حيث المساحة؟ أيوه اللي هي الجزائر. دي ما بتجيش غير لما يكون حد صايع خريطة، بيبص كده على الخريطة يعرف كل حاجة فيها. طيب يبقى صح. 5 تقع تلت مساحة قارة أفريقيا في النصف الكرة الأرضي الجنوبي. التلت صح، لكن لو قال لك التلتين الثلثي ده في الشمال، الأكتر الثلثي في الشمال، أما التلت في الجنوب. طيب 6 تقع قارة أفريقيا وسط قارات العالم بس مش القديم، مش القديم، وتطل على مسطحات مائية مهمة. طبعا يا جماعة صح. أنا ليه بقول لك قارات العالم بس؟ لأن هي أصلا من قارات العالم القديم، مش هينفع اقول لك وسط قارات العالم القديم، ده هي اصلا من قارات العالم القديم، لكن ينفع اقول وسط قارات العالم بس واسكت. 7 يفصل كل من البحر المتوسط والمحيط الهندي قارة افريقيا عن قارة اسيا؟ طبعا اجابة خاطئة، لان هيكون البحر الاحمر تمام، يبقى دي غلط. والهندي ماشي. 8 يفصل المحيط الهادي قارة أفريقيا عن الأمريكتين؟ طبعا يا جماعة خطأ، مش الهادي، أمال إيه بقى؟ ده الأطلنطي. طيب 9 تقع مصر في الركن الشمال إيه ده الغربي؟ لا مش الغربي، ده لسه أقول الشمال الشرقي، ده أنا جاوبتها طبعا خطأ، مش الشمال الغربي، هنا الشمال الشرقي. جميل جدا. 10 تم الدوران حول افريقيا لاول مره خلال عصر المصريين القدماء؟ صح ومليون صح. ليه بقى؟ قبل المعلم الامير هنري الملاح والبرتغاليين في القرن ال15 والكلام ده كله، كان في ملك مصري عظيم جدا اسمه نخاو الثاني. الراجل ده بعت بعثه من الفينيقيين للدوران حول افريقيا من البحر الاحمر لحد مضيق جبل طارق، يعني لحد البحر المتوسط. يعني المصريين اول ناس؟ ايوه اول ناس، مش البرتغاليين. طيب تعال نشوف سؤال رقم 11. استمرت بعثة الملك نخاوي الثاني الذي ارسلها للدوران حول افريقيا 3 سنوات؟ طبعا صح مظبوط. 12 امتد التأثير الحضاري المصري الى غرب افريقيا واعالي المنابع النيل الاستوائية؟ طبعا صح.
طيب المسعودي من اوائل العرب الذين زاروا قاره افريقيا، طبعا ماشي، وكتبوا عنها الكثير من الكتب. 14 وصلت القوافل العربيه في العصور الوسطى الى السودان وبلاد الحبشه وجزر القمر وغيرها. اوكي. طيب 15 بدات محاولات الانجليز لاكتشاف افريقيا في القرن ال 15 خلال امير هنا الملاح. هنا عايز اشوف انت واد صاحي وانت بنت كده فايقه ولا لا، لان مش الانجليز، ده مين؟ البرتغاليين يا باشا. طبعا دي هتبقى خطا. ماشي. 16 تم انتخاب دولة المغرب عام 2019 لرئاسة الاتحاد الافريقي. طبعا لا، لان مش المغرب، ده هتبقى مصر ام الدنيا يا باشا. طيب سؤال من نوع جديد، وهو إلى من تنسب الأعمال الآتية؟ أحد الرحالة في عهد المصريين القدماء قام بأربع رحلات نحو الجنوب في أفريقيا، ده اسمه خوف. خوف يا واد. طيب 2 حاكم مصر الذي وصلت الرحلات الاستكشافية لأفريقيا في عهده إلى اكتشاف النيل الأبيض، ده محمد علي باشا. طيب 3 وصل في عهده الدولة المصرية إلى أقصى اتساع لها من جهة الجنوب خلال العصر الحديث، إسماعيل باشا، أو ممكن تقول الخديوي إسماعيل برضو صح. سؤال كده يعني إيه أفرفشك بيه، بقول لك إذا قمت برحلة بحرية من بورسعيد متجها نحو الغرب، يعني أنت بورسعيد أهو هتروح للغرب، تمام، للدوران حول افريقيا عشان هتلف حوالين افريقيا، تبدا من بورسعيد هتمشي كده 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 تلف حوالين ايه؟ افريقيا. فاي من المسارات الاتيه تمثل خط السير الصحيح ليك؟ يا ترى هتمشي بحر متوسط، محيط اطلنطي، محيط هندي، بحر احمر، ولا بحر متوسط، بحر احمر، محيط اطلنطي، محيط الهندي، ولا قناه السويس، البحر الاحمر، مضيق باب المندب، ولا بحر الاحمر، محيط الهندي، المحيط الاطلنطي، مضيق باب المندب؟ هتمشيها كده؟ طبعا يا باشا اول اجابه هي اللي صح، رقم 1 انا دوله هي اللي صح. همشي البحر المتوسط، المحيط الاطلنطي، هوصل بعد كده المحيط الهندي، بعد كده اطلع البحر الايه؟ الاحمر. طيب نخش على بما تفسر. مثلت شبه جزيرة سيناء أهمية استراتيجية لمصر، يعني هي كان ليها أهمية استراتيجية لمصر ليه بقى؟ لأن يا باشا دخل منها الحملات العسكرية الكثيرة، لأن إيه؟ دخل عن طريق شبه جزيرة سيناء العديد من الحملات العسكرية. طيب 2 الأهمية الاستراتيجية لموقع قارة أفريقيا، أو إيه بقى؟ لأنها تشرف على ممرات مائية مهمة مثل مضيق باب المندب ومضيق جبل طارق وقناة السويس. طيب 3 الأهمية الاقتصادية لموقع قارة أفريقيا. هنا بقى أقول إيه؟ أنا آسف مش صحيح، مش بكتب عشان هكتب كتير جدا، فأنا بقول كده إيه؟ شفوي على السريع يعني. هنا هقول بسبب الموقع الفلكي والموقع الجغرافي. هقول الموقع الجغرافي الذي ادى الى تحكمه في طرق الملاحه العالميه، والموقع الفلكي الذي ادى لتنوع المناخ، وبالتالي تنوع النبات الطبيعي والمحاصيل الزراعيه والحيوانات. طيب انا اكتب الاثنين، اكتب هنا يا جماعه كده بسبب الموقع اللي هو الفلكي، واكتب هنا بسبب الموقع الجغرافي، واحكي بقى ليه، واحكي هنا برضو ليه. طيب تأسيس البرتغاليين الموانئ والمراكز التجارية على السواحل الأفريقية، ليه بقى؟ لحماية يا باشا الملاحة والتجارة الخاصة بهم. طيب والوصول أيضا إلى الهند. 5 تقسيم الدول الاستعمارية قارة أفريقيا إلى عدد كبير من الدول، ليه بقى؟ لنهب خيراتها وثرواتها واستغلال مواردها، لنهب خيراتها وثرواتها واستغلال مواردها. طيب تعالى نشوف كده السؤال الأول هنا في ما النتائج، يقول لك إيه؟ إرسال محمد علي رحلات لاكتشاف منابع النيل، ده أدى يا باشا إلى إيه بقى؟ أدى إلى اكتشاف منابع النيل الأبيض ورسم خريطة نهر النيل حتى جنوب السودان. طيب 2 محاولات البرتغاليين لاكتشاف قارة إفريقيا أواخر القرن ال15 أدى يا باشا إلى اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح إلى الوصول للهند، وأدى كمان يا باشا إلى إنشاء موانئ طبيعية لحماية التجارة الخاصة بها.
طيب الاستعمار الأوروبي لقارة إفريقيا أدى لإيه بقى؟ أدى يا باشا إلى جعل إفريقيا تعاني من الفقر رغم امتلاكها ثروات عديدة أو بالرغم من أنها غنية بالثروات العديدة المتوفرة. طيب دلل هاسيبه لك بقى يا باشا واجب، امال مكتوب على الحضاره برضو ايه واجب، هسيب لك ده واجب وده واجب بس ان شاء الله باذن الله. تمام، ده كان فيديو حل اسئله درس قاره افريقيا الموقع والكشوف الجغرافيه. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، ربنا يوفقكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.